السلام عليكم ورحمة الله. فيديو جديد بموبايل جديد هنتكلم فيه سوا مع بعض عن واحد من أحدث الموبايلات لشركة فيفو في السوق المصري، وهو الفيفو واي 500. وتعالى اديك الزتونة في الموبايل ده ونتكلم بسرعة عنه ونشوف امتى الموبايل ده يكون بيستحق الشراء وامتى يكون موبايل غير مناسب بالنسبة لك. لكن قبل ما نبدأ ما تنساش اللايك والسبسكرايب وتفعل زر الجرس. قبل ما نبدأ خلينا نتفق اتفاق كده ان أجهزة الفئة الاقتصادية وأجهزة الفئة المتوسطة في كل الشركات دايما بتقدم فيها التنازلات دي، لان انت عمرك ما هتاخد موبايل يعتبر كومبو او المواصفات اللي انت عايزها كلها هتلاقيها فيه. تعالوا مع بعض نشوف ايه التنازلات اللي هتكون في الموبايل ده وايه المزايا اللي هيقدمها الموبايل علشان تفكر قبل ما تشتريه. واول حاجه هنتكلم عنها هي التصميم. تصميم الموبايل شيك جدا كعاده شركه فيفو في اجهزتها الجديده. الموبايل اللي معايا ده جاي باللون الابيض، شكله شيك وبريميوم، ولو لاحظنا على الظهر هنلاقي جاي عليه نقشه شكلها حلو ومديه الموبايل فخامه للجهاز. تصميم الكاميرات هنا شيك جدا، والبروز هنا قليل، والعدسات تعتبر ساقطه لتحت شويه وعليها طبقه ازاز علشان تحميها. والفخامه دي موجوده برغم ان الموبايل جاي بالكامل بخامات من البلاستيك سواء الظهر او فريم الموبايل. وفيفو ما نسيتش ان هي تدي لك جراب معاك جوه العلبه علشان تحافظ على الجهاز. وقبل ما اتكلم عن وزن وسمك الجهاز عايز اقول لك ان الموبايل جاي ببطاريه 8100 ملي امبير، وبرغم ان الموبايل جاي ببطاريه عملاقه لكن فيفو قدرت توزع وزن الموبايل، والموبايل جاي بوزن يعتبر مقبول 210 جرام وسمك 8.3 مللي. ومن الحاجات اللي بتميز الموبايل وتعتبر نقطة قوة في الموبايل ان هو جاي بشهادة مقاومة عالية هي IP68 و IP69 وعشان الاعتماديه العاليه جاي بخاصيه هتلاقيها موجوده عندك اندر ووتر، هتقدر بيها تصور بالموبايل تحت الميه. وبالنسبه لحجم الموبايل جاي بمقاس 6.83 من 100 انش بشاشه اموليد 1.5K و120 هرتز، والشاشه هنا بتدعم ال HDR. ولو هنيجي نتكلم عن الشاشه فالشاشه هنا تعتبر اكتر نقطه قوه بتميز الجهاز، لان الحواف هنا بتاعتها جايه قليله جدا، ومن الحواف القليله في الفئه السعريه دي. ده غير الوان الشاشه المميزه اللي انت هتستمتع بيها مشاهدة أي محتوى سواء بتستخدمها في الأفلام وحتى في الجيمز. ولو هنيجي نتكلم عن بطارية الجهاز جاي ببطارية عملاقة 8100 ملي أمبير، وده رقم كبير جدا ويعتبر تطوير في أجهزة وبطاريات فيفو. وعايز أقول لك إن الرقم ده الموبايل رغم من الاستخدام الشاق هتقدر البطارية إن هي تسد معاك لمدة يومين استخدام كافي حتى لو أنت بتلعب ألعاب. بس عايز أقول لك إن الموبايل يعتبر مش مخصص للجيمرز، وأنا هنا بقصد إن الموبايل هيقعد معاك استخدام يومين كاملين بدون ما تشحن الموبايل، لكن مش في ظروف استخدام الالعاب بشكل متواصل. واللي عايز اوصله لك هنا ان انت مهما استخدامك هيكون شاق طالما انت يوزر زي كده بتستخدم الموبايل في الفيسبوك، انستجرام، هتفتح جوجل، شغال على الموبايل مثلا ان انت اوبر، وهتفتح خرائط بشكل دايم، الموبايل هيسد معاك لمده يومين. وعندك هنا شاحن جاي بسرعه 44 واط جاي معاك جوه العلبه. وعايز اقول لك ان الرقم ده طبعا ما يعتبرش اسرع شاحن ولا هو اقل شاحن، لكن يعتبر هيديك اداء مناسب في شحن وسرعه البطاريه. ونيجي هنا للمعالج اللي جاي مع الموبايل وهو اليونيسوك T7300. انا عارف ان المعالج ده يعتبر جديد بالنسبه لنا، والجهاز خاصه ان هو جاي من سلسله الواي، فانت مش قادر تقيم الموبايل والمعالج ان هو جاي جهاز اقتصادي ولا جهاز فئه متوسطه. وده يعتبر تصنيف جديد بالنسبه لي، ان انت بتقول موبايل لا هو فئه اقتصاديه ولا هو فئه متوسطه. وانا عايز اقول لك انا بتكلم كده عن المعالج لان المعالج خاصه ان هو جاي بيدعم خدمات ال4G. وفي نفس الوقت انا عايز اقول لك لو انا اديتك الموبايل وجربته وما قلتلكش اسم المعالج عمرك ما هتتخيل ان الجهاز ده المعالج بتاعه ضعيف. فالجهاز يعتبر بيرتقي للاستخدام المتوسط، والكلام ده هيترجم معاك في الالعاب. على لعبه تقيله زي ببجي هيشتغل معاك على 60 فريم بطريقه مستقره من غير اي لاج او اي تقطيع للفريمات. وملحوظه صغيره انا خدت بالي منها وانا بستخدم الموبايل اوقات طويله، الموبايل ما سخنش بدرجه كبيره، بالعكس يعتبر كان دافي شويه ودرجه الحراره بتاعته ما كانتش عاليه. تعالوا مع بعض نروح لنقطه ثانيه وهي الكاميرات. الموبايل جاي بكاميرا 50 ميجا بكسل بفتحه عدسه 1.8 بسنسور من سوني IMX852، وكاميرا تانية 2 ميجا بكسل للماكرو. يعني للاسف الموبايل جاي من غير العدسه الالترا وايد، وانا بالنسبه لي كنت اتمنى ان فيفو تستغنى عن الكاميرا الماكرو وتبدلها بالعدسه الالترا وايد
اندرويد، لان دي تعتبر استخدامها اكتر من الناس اللي بتستخدم العدسه الماكرو. ومن خلال تجربتي اقدر اقول لك ان جوده الكاميرات هنا تعتبر متوسطه، مش جوده عاليه ولا جوده منخفضه. وفي ظروف اضاءه مختلفه سواء في النهار او حتى بالليل الموبايل بيقدر يطلع لك جوده حلوه. وانا لاحظت هنا ان الموبايل كاميراته عجبتني اكتر في التصوير الليلي، وكانت النتائج بتاعته مقبوله بالنسبه لي بشكل كبير. وفي تصوير الفيديو الموبايل بيصور على 1080 وللاسف ما بيدعمش ال 4K، وكنت اتمنى ان انا الاقي ميزه ال 4K خاصه علشان تسعير الموبايل ان هو جاي في الفئه السعريه دي. وبالنسبه للكاميرا السيلفي جايه 32 ميجا بكسل بفتحه عدسه 2.0 هتديك نتائج كويسه سواء في النهار او حتى بالليل. والموبايل طبعا بيدعم ال NFC ومايك عازل للضوضاء، وتقدر تستخدم شريحتين من غير كارت ميموري. والموبايل هتوفر بنسختين، نسخه 6 256 بسعر 18000 جنيه ونسخه 8 256 بسعر 20000 جنيه. والموبايل طبعا بالضمان المحلي زيرو ضريبه. وفي الاخر كده اقدر اقول لك انت لو من الناس اللي بتدور على موبايل يديك اداء ثابت ومستقر وبطاريه قويه وشاشه ممتازه، فالموبايل ده هيكون مناسب جدا بالنسبه لك. ولو يهمك ان انت تاخد كاميرا اعلى من الجهاز ده وبروسيسور باداء افضل من الكلام ده، هتروح طبعا للفي 70 اف اي. واتمنى نكون استفدنا مع بعض وقدرت تقيم وتحدد هل الموبايل ده مفيد بالنسبه لك واختيار موفق للشراء ولا لا. ولو ليك اي استفسار سيبولي تحت في الكومنت وهرد عليك. كان معاكم احمد قويدر، واشوفكم في فيديوهات تانية كتير. سلام.